المناذرة سلالة عربية حكمت العراق قبل الإسلام، اتخذت من منطقة الحيرة عاصمة لها، وهي الآن تعود جغرافيا إلى محافظة النجف العراقية. تحتوي على أقدم الكنائس والأديرة في العالم. أطلق ملوك المناذرة على أنفسهم لقب ملوك العرب. من النجف إليكم هذا التقرير عن منطقة الحيرة. 1800 سنة عمر أقدم المواقع الأثرية في النجف، والتي تعود إلى دولة المناذرة وعاصمتها الحيرة التي أسست قبل ظهور الإسلام ب400 عام. تعتبر مدينة الحيرة من المدن العربية قبيل الإسلام. حقيقة امتد تاريخها لفترات قديمة، لكن تشير الروايات أنه تعتبر الحيرة عاصمة الأخمينيين. تشير الروايات أنه هذه المدينة ممكن أن تكون امتداداتها الفترة البابلية القديمة، بس حاليا ضمن أعمال التنقيب ما لقينا أنه فترة ترجع الفترة البابلية. تشير أنه كانت لفترة نبوخذ نصر. كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود عدد من الكنائس والأديرة للدولة المسيحية في زمن المناذرة، فجزء منها اكتشف سنة 2007، وجزء آخر سنة 2009، وثالث سنة 2010. في 2007 اكتشفنا يعني قالب ماسك كثير قطع عليها رسم صليب، قطعة جصية عليها رسم صليب، وبعدين اكتشفنا قطعة حجرية مكتوب عليها عبد الله المسيح وهمنا رسم صليب، فهذا يثبت انه هو هذا دير مسيحي. موقع بسرعة من الفترة الساسانية اللي هي قبل الإسلام. هذه الآثار على الرغم من أهميتها التاريخية معرضة للاندثار لبقائها عرضة لتغيرات الطقس من أمطار ورياح بعد التنقيب، علاوة على قلة الحماية الأمنية لهذه المنطقة، وهذا ما قد يسلب البلد ثروة طائلة. لا شك أن هذه الآثار هي مطمورة تحت الركام لسنين طويلة، فاكتشافها وإظهارها للعوامل التعرية الجوية يسبب أضرار كبيرة لها، خاصة إذا كان الموسم موسم أمطار. فنعتقد أن صيانتها يعني ضرورية جدا في هذه المرحلة. نطالب بتشكيل مديرية خاصة لحماية المواقع الأثرية باعتبار أن الآثار ثروة وطنية مهمة. بالرغم مما تشهده هذه المنطقة من ثراء كبير في الآثار، انصرف اهتمام الحكومة العراقية عن رعايتها. تقاس حضارة البلاد بقيمة آثارها التاريخية، والعراق زاخر بهذه الآثار، لكنها مع مرور الزمن تحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على قيمتها وبقائها على امتداد الأجيال. لأخبار الآن، آلاء الشمري، النجف.